أخي في الله، اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستبيح عرض أخيه المسلم ولو كان الذي قاله حقا. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر مسلما بما فيه مما فعله ويشينه في غيبته. فقل لي بربك كيف إذا كان ذلك مما لا أصل له. أخي، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة. فمن الشقاء والبلاء أن يتسلط العبد بلسانه على أرفع الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم مكانا، وهم العلماء والهداة والدعاة إلى الله. فهذا من علامة الخذلان ومن علامة مرض القلب والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشرت بينهم الشائعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقال عن تلك الصفوة الطيبة المختارة التي أحبها وطهرها، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا سمع الواحد منهم النقيصة في رجل من عامة المسلمين كأنها فيه، لأن الله يقول: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة. فإذا كان هذا في عامة المسلمين، فكيف بأهل العلم والفضل والسابقة في الدين؟ فهم أحق بأن يظن بهم الظن الطيب. ولذلك قال بعض العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات والذكر الحسن للطيبين، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وأما الكلمات الخبيثة فإنها لا تليق بالطيبين. فإذا كان هذا بالطيبين من عامة المسلمين، فأطيب الطيبين العلماء والهداة إلى الله تبارك وتعالى والدعاة إلى سبيله، الذين أحيا الله بهم أمما ميتة وأحيا بهم قلوبا ميتة وأنار بهم سبلا مظلمة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالله كم لهم من ميت أحيوه بالوحي، وكم ضال هدوه بإذن الله، وكم من تائه دلوه إلى سبيل الرشد، لا يرجون من الناس شكورا ولا يطلبون منهم أجورا. أجرهم على الله ودعوتهم لله وفي الله. فإذا لم تغر على حرمة هؤلاء فقل لي بربك على من تغار. إذا لم نغر على هذه الصفوة التي جعلها الله عز وجل حملة لدينه ودعاة لسبيله، فقل لي بربك على من يغار. وإذا كان دفاع الإنسان عن أخيه المسلم بظهر الغيب يذب الله به عن وجهه النار، فكيف بأهل العلم؟ لو أن شائعة عن رجل من عامة المسلمين ذكر عنه أنه فعل شيئا فجئت فنقلتها بلسانك، كان ذلك عند الله عظيما. النقل باللسان. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قالت أم المؤمنين: هي كذا، فأشارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمتنت. إذا كان هذا في الأوصاف هكذا أشارت إلى القصر، يقول لو مزجت بماء البحر لأمتنت، فكيف بنسبته إلى ما لا يحل ويحرم؟ لذلك فإن القلوب الطاهرة المؤمنة يظهر صفاؤها في مثل هذه المواقف، حينما تجد المؤمن إذا سمع الشائعة في أخيه كأنها فيه. والله بلغ ببعض أهل الإيمان إذا سمع في أخيه مقالة سوء كأنها فيه،
يذب عنه بظهر الغيب كأنها فيه، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلذلك الله الله في أعراض العلماء، الله الله في أعراض الدعاة والهداة إلى الله. وإذا لم نغر على أعراض العلماء وسمعتهم الطيبة فعلى من نغار. إن انتقاصهم وثلبهم ومحاولة التشويه لسمعتهم ثلمة في الإسلام لا يعلمها إلا الله. فلذلك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يكون أرفع من ذلك كله، وينبغي أن تأخذه الحمية في الله والغيرة لوجه الله، أن يذب عن أعراض المسلمين عامة وعن أعراض الدعاة والهداة إلى الله خاصة، وليقل بلسان حاله ومقاله سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك أقول هؤلاء العلماء ومثل هؤلاء الدعاة نفسي لنفسهم فداء، وعرضي دون عرضهم وقاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على